السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. أحلى حاجة في الشتاء شوربة العدس. طبق شوربة عدس يدفيكي ويكون مغذي جدا. فيلا بينا نشوف الطريقة، توكلنا على الله. في حلة هنزل بنص كيلو من الجزر، واحدة من البطاطس، 2 طماطم صغيرة، واحدة فلفل أخضر، 2 بصلة وسط، 5 فصوص من الثوم. نزلت بحوالي 2 لتر من المية. حاولي تستخدمي حلة حجمها كبير علشان العدس ياخد راحته في التسوية. نزلت عليهم ب2 كوب من العدس الأصفر مغسول كويس ومصفياه. نزلت عليهم بمكعب مرقة خضار، 2 من ورق اللورا اللي هو ورق الغار. هتسيبيه لحد ما يغلي، وبعد كده هتهدي النار عليه، وخلي بالك العدس ممكن يفور منك، فالحلة لازم تكون كبيرة، وممكن تواربي الغطا حاجة بسيطة، مش هياخد وقت وتلاقي الخضار استوى. ممكن تضربيه بالهاند بلندر او في الخلاط، ولو الخلاط بتاعك ما بيستحملش الحاجه سخنه هتسيبيه يبرد الاول وبعد كده تضربيه. خلي بالك من الموضوع ده. لو حسيتي ان القوام تقيل معاكي هتزودي له شويه من الميه السخنه. بعد كده هنزل عليهم بالبهارات: معلقه كبيره ملح، معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره كمون، نص معلقه صغيره بابريكا. هتقلبي البهارات كويس جدا مع شوربه العدس. حابه اعمل معاكم الشوربه دي تكون خفيفه جدا، فهنزل بمعلقه كبيره واحده بس من السمنه. ممكن ما تنزليش بيها لو مش عايزه، بس السمنه بصراحه بتدي ريحه وطعم حلو قوي مع العدس. شوربه العدس فيه بيحبها ساده من غير ما يضيف لها شعريه، وفيه بيحبها بالشعريه. انا بالنسبه لي بحبها في الحالتين، فهاخد جزء من الشوربه هيكون ساده بدون شعريه، والجزء التاني هعمله شعريه. نزلت في طاسه ب2 معلقه كبيره من الزيت، عليهم كوب من الشعريه. هتحمري الشعريه نص تحميره، يعني ما تكونش اخدت اللون الاحمر قوي. وبعد كده هتنزلي عليها ب3 فصوص من الثوم المفرومين ناعم، معلقه صغيره من الكزبره الناعمه. هتقلبي الشعريه وتحمريها لحد ما تبقى معاكي باللون والشكل ده. بعد كده هتنزلي بيها على شوربه العدس وشمي احلى ريحه. في الخطوه دي لازم تقلبي الشوربه كويس جدا وتتاكدي ان الشعريه مش لازقه تحت. بالنسبه لقوام شوربه العدس انت اللي هتتحكمي فيه، لو بتحبيه كريمي مش هتزودي له ميه كتير، لكن لو بتحبيه يكون خفيف هتزودي له من الميه السخنه. بحب اضربها من المضرب اليدوي علشان اتاكد ان الشعريه اتقلبت كويس مع العدس. هتسيبيها تغلي غلوتين مش اكتر، وبعد كده كلي احلى شوربه عدس، طعم وريحه خطيره. ودي الشوربه الساده نزلت عليها بربع معلقه صغيره من الكزبره. بحب اعصر عصره ليمون على شوربه العدس الساده، واشربي احلى شوربه بجد خطيره، طعم وريحه في منتهى اللذاذه. يلا جربوها. طبق سهل وبسيط في مكوناته موجوده في اي بيت، سريع، في 5 دقايق بس هتكوني عامله احلى طبق شعريه باللبن. في حله او في طاسه هتنزلي بمعلقه كبيره مليانه من السمنه البلدي، تقدري تستبدليها بزبده او زيت زي ما تحبي. نزلت عليها ب2 كوب من الشعرية. هتقلبي الشعرية مع السمنة كويس وتحمريها علشان الشعرية ما تعجنش منك اثناء التسوية. لازم تحمريها كويس لحد ما تبقى معاكي بالشكل ده. هنزل عليها بكوباية من المية وكوباية من الحليب، هتقلبيها مع المية والحليب كويس، وبعد كده هتسيبيها تستوي على نار هادية. الشعرية كده تعتبر استوت معانا. هتنزلي عليها بكمية الحليب اللي انت عايزاه. انا نزلت تقريبا ب3 كوبايات كبيرة من الحليب. كمية الحليب اللي هتزوديها حسب رغبتك، بتحبي الشعرية كده غرقانة في الحليب ولا لأ. بعد كده نزلت عليهم ب2 معلقة كبيرة من الحليب البودر، 2 معلقة كبيرة من كريم شانتيه البودر غير محلى. تقدري تستغني عن الاضافات دي، بس اضافتها بتنقل الشعرية في حتة تانية خالص. واول ما الشعريه تبتدي تغلي معاكي بالشكل ده نزلت عليها بمعلقه صغيره من الفانيليا. بحب احلي الشعريه باللبن بالعسل، تقدري تحليها بسكر والكميه حسب الرغبه. واخر اضافه رشه بسيطه من القرفه. وكلي وشمي احلى شعريه باللبن. عايزاكم تلاحظوا الشعريه قد ايه مفلفله، التسويه مظبوطه جدا مش معجنه. الشعريه باللبن اكلتي المفضله من وانا صغيره. والدتي ربنا يبارك فيها يا رب كانت بتعمل لنا احلى طبق شعريه باللبن وما زالت طبعا. اضافات اخيره اختياريه: شويه من جوز الهند، شويه من الزبيب، ممكن تضيفي مكسرات زي ما تحبي. جربوه بطريقتي وهتاكلوا احلى طبق شعريه باللبن، طعم وريحه في منتهى اللذاذه. اسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.